قصة يا البنات جديدة ومغربية 100%. قصة وش من قصة. أنا هي اللي درت لعجوزتي ولوزتي قالب اللي يموتوا وما ينساوش، حيت الإنسان ما تيتحقرش وهاد الناس حيتحقروني. ولا بغيتو تسمعوا هاد القصة يلا معايا. معكم حليمة بنت العروبية، عائلتها تتكون بستة الأفراد، كانوا عندها الميمة أو الأب ديالها كان معيشهم على قد الحال، كانوا تيقراو، خوتها ما كملوش حبسوا الحكم، المدرسة بعيدة عليهم، هي الصغيرة اللي كملات القراية ديالتها. بعد ما قرات باها جرى وكافح معاها، ما خلى ما دار عليها، وكان صيفطها للمدينة تكمل القراية ديالتها. كانت سكنات في الحي الجامعي وكافحات وعانات وكملات القرايه ديالها حتى شدات الاجازه ديالتها. وهنا فكرت تخدم باش تعاون الوالدين ديالها، ولكن ما كتابش. كانت تلاقات مع واحد مركبي، كانت شافتو وبغاتو وحتى هو كان بغاها. وهنا جا عندها نيشان وقال لها عجبتيني وبغيت نتزوج بيك، وهي ما رفضاتش وعجبها الحال. الحكم هو كان عايش في برا، ما كانش عايش في المغرب. كانت تقول ممكن يديني لبرا وتا هي تعتق عائلتها من هذاك الفقر اللي عايشين فيه. هنايا قالها الوالديه ومشاو تقدموا ليها، مشاو للعربيه وداو الصواب وخطبوها من دارهم. بعد ما مشات مو لدارهم وشافتها كيفاش عايشه، يعني ناس بسطاء مساكن ما عندهمش. وهنايا مو فين حقراتها، وكان اتفق معاهم ان بينا تجلس مع مو قاتل، بينا يوجدوا لها الوريقات ديالها، وهذيك الساعه غيطلعها تمشي تلتحق بالزوج ديالها. ولكن الام ديالته ما باغياش الزوجه لولدها، باغيه خدامه اللي تجي تخدم عندها في الدار، حيت عايشه غير بوحدها. بنتها زوجاتها وولدها عايش في برا، يعني بوحدها عايشه في الدار. بغات اللي يشقى عليها ويترس عليها. حليمه مسكينه ما فراسها والو. مهم فرحات بهداك الزواج ديالها ومشات على خير وبخير. والراجل ديالها جلس معاها مدة 10 أيام وكان مشى في حاله. هذيك من مشى في حاله كانت بقات مع الأم ديالته، ولا تتشقى على مو تدير أي حاجة. وهي هاد حليمة كانت حادقة وبنت قادة. كانت الأم ديالته تفيقها من النعاس، نوضي في الصباح بكري توجد ليها الحسوة وتصيب لها المخامر وما تخليهاش ناعسة. تقول لها باقي الحال، تقول لها نوضي، وتقول مسكينة حليمة ماشي مشكل، تتنوض وتحط ليها وتوجد ليها. كانت حاسباها فحال ميمتها، ولكن العجوزة ديالتها كانت حاسباها خدامة ديالتها، ما كانتش حاسباها فحال مرت ولدها ولا او بنتها. هنا كانت حليمة تطلب فلوس الحمام من عند عجوزتها، ما كانتش تعطيها حتى ريال. تقول سيري غسلي غير في الطواليط حاشاكم. كانت مسكينة صابرة ومكافحة وغادة معاها دقة دقة، ولكن ما لقاتش الرحمة في قلوب الناس. بقات مسكينة في حال كل راجل تيهضر معاها مرة وتقول لهم امك ما عطاتنيش فلوس الحمام، امك ما تعطينيش ناكل. كانت تحاسب معها على طرف ديال الخبز، تحاسب معاه عليه. كانت قاتلاها بالجوع، وكان الراجل تيصيفط الفلوس، تقول لها انا صيفط الفلوس لامي، راه امي تعطيك، ولكن ما كانش تعطيها. تقول لها ما عندي ما ندير، صبري تنديك. وبقات هي صابره باش الراجل يديها، ولكن الراجل كان متبع كلام امه، اللي قالت ليه امه هي اللي كاينه. وهنا واحد النهار وهي تدور ليهم اخت راجلها، يعني لوستها، دورت ليهم وقالت ليهم انا غادي نبيع الدار ديالتي، ولادي غنصيفطهم عندكم يقراو. وهنايا ولات حليمه مقابله ليها الولاد ديال لوستها، ولا تتفيق في الصباح تفطرهم تلبسهم وديهم المدرسه وتجيبهم، ولات خدامه ديالتهم. وهنا قالت الراجل هادشي راه ماشي معقول، وانا ما قاداش ندير هادشي كامل. وقال لها ما عندك ما ديري غير صبري. وهذاك الشيء كانت ديرو مفروض عليها ديرو، يعني صحة ماشي بالخاطر. وكانت هي مسكينه ما عندها ما دير، كانت ما باغياش ترجع للعروبيه وتعيش في داك الوضع اللي كانت عايشه فيه. وكانت طلبت من الراجل ديالها تخرج تخدم، ولكن ما وافقتش الام ديالته، قالت ليه لا ما تخدمش، انا جبتها تجلس تعاونني في الدار. هو مسكينه بقات مكافحه وتضرب في التماره، ما حيلتها الدراري تديهم المدرسه، ما حيلتها تجيبهم، ما حيلتها توكلهم، ما حيلتها تلبسهم،
ما حيلتها العجوزه، ما حيلتها في الليل تشدهم وتبقى تحفظ ليهم تمارة، وعاد في الليل دير ابيل فيديو مع الراجل حتى هو طلع معاه وتعطيه حتى هو وقته. المهم مسكينه تمحنات هاد البنت، وكانت هي عاضه في يديها وتتقول ماشي مشكل غير نمشي لبرا، يعني غير تخوي البلاد وتعاون والديها. ايوا بقات على هاد الحال حتى لواحد النهار، وجات عاوتاني اللوسه وعيطات ليهم في التليفون وقالت ليهم انا جايه نجلس معاكم في الدار، حيت كانت مشات جلست هي مع عجوزتها وكانوا ولادها صيفطاتهم عند امها. كانت لوسها دابزات مع العجوزه ديالتها وما تفاهماتش هي وياها، وجمعات شطيطها وجات جلست حتى هي عند امها. وامها كانت الدار باقا صغيره، يعني الدار ما كبيراش. جلست معاهم، ناضوا خرجوا العروسه من بيتها ودخلت هي وراجلها البيت النعاس ديال عروستهم حليمه. وهنا حليمه ما بغاتش وبقات تبكي ودورات راجلها ودابزات معاهم، ولكن راجلها قال لها ما عندي ما ندير، اختي هي وراجلها غتبقاي تخرجي تنعسي في الصاله وهما غيدخلوا للبيت. وجمعات مسكينه حويجاتها وخرجات ودخلت لوستها وراجلها للبيت، ولا تتنعس غير في الارض ديال الصاله، ما خلاوهاش تنعس في السدادر. العجوزه خافت على الطلامط وعلى السدادر حيت يلاه مفرشاه جديد، وحتى من الفراش ما عطاتهاش كاشه وحده منها الارض. وضروها مسكينه عظامها وشحال بكات ولكن ما لقاتش جهد. سمحوا لي اخوتي، هنا صوت الكوكوط تتصفر، سمحوا لي بزاف. هنايا من كان عندها الصهد ديال العجوزه ولا الصهد حتى ديال اللوسه، جات هي وراجلها وولادها كلشي ولا عايش في دار وحده، كاينه غير صالون وبيت النعاس اللي كان هو ديالها هي وراجلها، وبيت ديال الكلاس جالسه فيه العجوزه. وهنايا كيما قلت لكم خرجوها من بيت النعاس ديالها ولا تتنعس في الصالون، تتفرش غير في الارض في كواش حالتهم. عاد مسكينه صبناتهم حتى من الكواش ديالها وفراشها خلاتو ليهم خداوه ليها ولاو هما اللي تينعسوا فيه. وهنايا ولات ملي كانت تاكل وتشرب مع العجوزه ولا داكشي تريبل. وهنا ملي كان تيجي راجل لوسها وجايب معاه الديسير او مقدي شي حاجه او دانونات ولا شي حاجه، كل واحد تياخد واحد واحد وهي ممنوع تاخد. كانت تمد يديها لشي حاجه مسكينه تشهاها وتهزها تقول العجوزه حطي راه ديال فلان هو اللي جايبو ماشي حنا اللي شارينو. كانت ما تيخليوهاش تمد يديها على حتى شي حاجه. وهما كاملين كانوا عايشين بالخير ديال راجلها اللي كان تيصيفط الفلوس. وهي كانت وعجوزتها كانت متعاونه مع البنت ديالتها باش تبني الدار ديالتها الجديده. هادشي كامل باش يبنيو الدار ديالتهم، كانوا فلوسهم تيبنيو بها الدار، تيأتوا الدار تيجلجوها البناي القباص، المهم الدار ديالتهم خاصها توجد. كانت 10 دراهم ما تعطيهاش ليها عجوزتها، فلوس الحمام تقول دخلي للطواليط واغسلي. كانت محرماها من كل شيء، ومسكينه كانت صابره وتتقول ماشي مشكل. كانت بعض المرات تطلع الدم وتدابز معاهم وتعاقر معاهم، ولكن ما تلقى ما دير. واحد النهار هزت راسها ومشات لدارهم. بعد ما مشات لدارهم طلع ليها الدم وجلست في دارهم. كانوا تبعوها وجابوها على اساس جابوها ماشي حبا فيها، باش تشقى عليهم. وكانت مسكينه حشمات ووالديها طلبوها ورجعات معاهم، ورجعات نفس العاده بقات حتى جا راجلها. بعد ما جا راجلها راجل ختو كان هنايا مشى في حالو لدارهم، يعني خواو ليهم الدار وختو بقات معاهم في الدار. صافي بقاو جالسين اساس كانت ختو ديك ملي كان جا راجلها ما كانش يخرجها هي، تيخرج ختو تيخرج مو تيخرج ولاد ختو وهي تراسه في الدار. تتقولي انا اي تخرجني انا هادي، تتنقز عجوزتها تقول اش ايتي فين تخرجي، لاش تخرجي دوزي تجلسي يعني ها المصاريف. المهم كانت العجوزه محرة فيها العيشه، وحتى لوستها كانت تقولها جلسي في الدار، وهو ما كانتش عنده الكلمه قدام مو اخته اللي قالوها هي اللي كاينه. وانت تقول ليه الوراق ديالها واش وجدوه واش غادي نمشي واش هادي، تيقول لها راه قريبي وجدوا لك الوراق قريبي ما بقاش لك بزاف ما بقاش لك هادي. المهم تيلاهي فيها حتى لقات راسها ضاربه معاه 4 سنين وما كاين لا وراق لا والو. وهنا بعد ما مشى في حاله كان راجل ختو للدار، وعاوتاني ولاو تينعسوا هما في البيت وهي رجعات مسكينه تفرج في الدص. حتى لواحد النهار صبحت مريضه تترد حاشاكم ما حالتها حاله. قالت العجوزه عطيني الفلوس نمشي للفرماسيان ونشوف واحد التحليله نديرها.
هنا عجوزتها قالت لها ما عنديش الفلوس وما عندي ما نعطيك. ناضت مسكينه تبكي ودورات لراجلها وقالتها لي، قالت لي انا الوقيله حامله، انا بغيت ندير واحد تيست ولكن امك ما بغاش تعطيني الفلوس. مشى هضر مع مو قال لها عطيها الفلوس. قالت ليه مو حتى راه الشهر عاد نعطيها الفلوس. وهذاك الشيء اللي كان بقات صابره حتى راه الشهر. من وصل راه الشهر عطاتها 60 درهم. قالت لها هاكا 60 درهم. مشات البنت قلبات لقات راسها فعلا حامله. وهنايا من جاتهم عجوزه حرات فيها العيشه. قالت لها مالكي زربانه، واش بغيتي تشديه؟ راه ما عمرك تشديه بالولاد. واحد الليله كان راجل لوستها جا وجاب معاه الليمون، وهذيك الساعه مسكينه كان شادها الوحم، ومشات بغات تهز الليمونه وما خلاتهاش لوستها تهز الليمونه. قالت لها حطي الليمون، هذاك الليمون راه ديال فلان هو اللي جايبو، حنا خدينا حقنا وهذيك الليمونه اللي بقات هي ديالو. هو مسكين سمعها في الطواليت يعني تتهضر على ديك الليمونه وجا عطاها ليها ولكن هي ما بغاش تشدها. وتالوسه قالت ليه ما تعطيهاش. وناض هو حلها وفرقها معاها، وخا فرقها معاها ما خلاوهاش تشدها وما خداتهاش حتى هي، كان بقى فيها الحال وما شدتهاش. ولكن مسكينه تتعاود، قالت ديك الريحه ديال الليمونه وكيفاش هو تياكل وهي تتمضق في داك الطعم ديال الليمونه، تحس راسها بحال هي اللي تاكل فيه. وبقى فيها الحال ودخلت في الليل شحال بكات وحتى شي حد ما حس بيها. وكان جاها الوحم واعر، وكانت يعطيوها تماره ويفيقوها في الصباح. كانت اللوسه تصبح ناعسه وهي تنوض توجد للراجل لوستها الماكله ديالته الفطور ديالو، تصبي لي حوايجو تقاشرو كلشي توجدو هي. ولوستها تصبح ناعسه مع راساتها. حتى لواحد النهار مسكينه تصبح فيها الوجع، تيقطع فيها الوجع في كرشها وتتبكي وتتقول لعجوزتها راني مريضه ديني للسبيطار راني فيا الوجع تيقطع. قالت لها ويلي ما عمرنا حملنا ما عمرنا ولدنا الولاد، نوضي تقعدي. قالت لها داك الشيء هات بوحيط. المهم ما داتهاش فيها وما حنتش فيها ومسكينه ونوضتها بهذاك الوجع وداك الحريق. ناضت الكوزينه وتوجد الغدا، ومسكينه ناضت وجدت ليهم الغدا بداك الحريق اللي فيها حتى العشيه، وبقى داك الحريق غادي تيجهد ليها حتى الليل. وديك الساعه وهي تنزف ولا الدمايه تتشرشر منها مسكينه. واخا هكاك ما رحموهاش العجوزه من جات طلت عليها قالت لها نوضي تقعدي اتوسخي ليا السداري، نوضي تقعدي يا البقره. وهذيك الساعه ويجي راجل لوستها تيجري ودخل عندها للصاله وشاف هذيك الحاله وهزها وداها في هذاك الليل للسبيطار. بعد ما داها للسبيطار وقالت ليها العجوزه ديها غير السبيطار الحكومي ما ديهاش ديال الفلوس. هو قال لها مستحيل نديها انايا السبيطار الحكومه وهي في هاد الحاله هادي. كان هزها وداها للكلينيك وهو اللي كان تكلف بالمصاريف ديالها كامله. وهنا لوستها ما بغاتش وبغات تبخ الدم، كانت بقات فيه. وهنايا ولات حليمه بعد ما ولات شويه وجات، وبعد ما جات ما حنوش فيها وما قالت ليها العجوزه راني تقعديك ما صحاب راسك نتي نافسه. وناضت مسكينه وتتشقى عليهم يعني ما لقاتش الراحه. وهنا لقات الخير في راجل لوستها، ولا تيجيب ليها الماكله بالتخبيه ولا تيجيب لها الحلوى بالتخبيه، الديسير بالتخبيه، اي حاجه تيجيبها لها بالتخبيه. تقول لها هاكي وما تشوفكش مرتي ولا زعما نسيبته. كانت داكشي تتشدو بالتخبيه من عنده حيت شاف المعامله ديالتهم معاها وكانت تعاود ليه حتى المراه ديالتو عليها. وهنايا فين غتولي تبدا الهضره مع راجل لوستها، ولا بيناتهم صباح الخير لاباس كي دايره كي بقيتي، كل مره تيسول فيها. وهنا حليمه عز عليها هذا الراجل ولا تتعاملوا مزيان. كانت هي تتسخر ليه وتتشقى عليه وتوجد ليه ماكلته، ولكن انا توجد داكشي بز منها فوق من خاطرها. ولكن من دار مع هاد لوجيست ولا تدير هادشي معاه بخاطرها. وهنا حليمه بقوه ما كثر المشاكل عليها والضغط عليها وطلعوا ليها كلهم في الراس ديالها، كان حتى راجلها ما بقاش تهضر معاه بزاف، كان قليل فين تهضر هي وياه، يعني ما كانش ياخذ لها الحق ديالها وكان حاسبها حتى هو بحال الخدامه ديال مو. وهنايا ولات حليمه هي وراجل لوستها تيتميساجاو في الليل في التليفون، تيبقاو يهضروا مع بعضياتهم. كان الهضره بيناتهم محترمه ما كانتش شي حاجه خايبه او خارجه للطريق. كان تيسول على حياتها، تيسولها كي بقات شنو تتعاني، يعني ما يمكنليش يهضر معاها قدامهم، كان تيهضر معاها بالتخبيه ولكن في التليفون بالميساجات تيهضر معاها على خاطره. وحتى هي ارتاحت ليه ولا تتهضر معاه، يعني كانت حتى شي واحد ما تيهتم بها ولا تيديها فيها من غير هذاك راجل لوستها هو اللي حن فيها
هو اللي يهتم بها، حتى من فلوس الحمام كانت يعطيهم لها بالتخبيه. وكانت تسولها العجوزه ديالتها منين جاوك هذوك الفلوس، تتقول لها حقا راه دورات معايا امي ولا با ولا خويا. المهم تقول لها الاعذار، حتى هي عائلتها مساكن خاص اللي يدور معاهم. وهنا كانت الدار ديال لوستها قربت تكمل. كانوا خرجوا القباصه وخرجوا صحاب الجليج وخرجوا حتى الصباغه من الدار. وكان راجلها قال ليها سيري شوفي جوج عيالات وديهم يسيقوا الدار ينقيوها. وكانت هي دات مرت خوها قالت ليه لا، دوك الفلوس زايدين فينا، ما نجيب حتى مرا، ها هي حليمه كاينه هي اللي تمشي معايا ندير انا وياها الدار. مشات هي وحليمه للدار، الاساس يسيقوها وينظفوها. مشات معاها وهي تجلس معاها واحد شويه وهي تسلت. بعد ما سلتات بقات حليمه بوحدها في الدار. كان راجل لوستها مشى يجيب لهم الغدا، من جات يتفاجأ بالمرا ديالته ما كايناش. كاينه حليمه بوحدها بقات في ديك الدار تتصيق وتتنظف. بعد ما خرجوا المعلميه من الدار وصافي كان جاب الغداء وقال لها فينا هي المراه ديالته، قالت ليه راه مشات. قال دور ليها قال لها علاش مشيتي وخليتي البنت بوحدها الظرف تامره. قالت ليه حق انا مشيت نجيب دين من المدرسه هذه من هنا بقات دير لي في الاعذار. المهم هو جلس هو وحليمه تغداو وناض عاونها وسيقوا بجوج وداروا كلشي بجوج. وكانت تما فين تحات لهم الفرصه ولا هضروا بجوج، يعني خواو قلوبهم على بعضياتهم. حتى هو قال ليها انا غير صابر مع هذه، راها ما فيها الصداع فيها المشاكل، يعني المهم تا هو خوا قلبو عليها. وقال لها انا ما عمرني حسيت براسي انايا عندي مرا ولا او مجوج حتى عرفتك انتيا وليتي توجدي لي ماكلتي وليتي طيبي لي وتصبني وتحطي اي حاجه. ديك الساعه حسيت بالطعم. انا ما كنتش نحس براسي مزوج حتى دخلتي انتي لحياتنا عاد حسيت براسي، يعني راه كاينه واحد المراه تهتم به وتتصبر ليه وتوجد ليه. وصافي هنا كان سالاو ومشى هو وياها واتفق هو وياها. وكان قال ليها في الليل صيفط لها ميساج وقال لها شوفي راني عجبتيني وراني تنبغيك وما عندي ما نخبي عليك. وهي هنا كانت صدمات وقالت ليه شوف، قالت لي انا ما نقدرش ندير معك شي حاجه ولا شي حاجه الحرام، ما عندي انا ما ندير بهذا الشيء. وكانت خافت وكانت قطعت عليه المكالمه، ولكن هو بقى تيلح عليها. قال لها شوفي، قال انت اصلا ما عايشاش مع هذا الراجل وغير تيتفلى عليك، وانا بغيتك وغنتزوج بك. انا غنشوف كيفاش نسوس مرتي وانتي شوفي كيفاش تسوسي راجلك ونتجمعوا انا وياك. وهذاك الشيء اللي دارو. هو هذيك الساعه كان جبد مع المراه المشاكل وكان مشى في حاله لدارهم. وهي حتى هي جبدت المشاكل مع راجلها وكانت مشات في حالها لدارهم. لما مشات لدارهم امها ما بغاتهاش تجي، قالت لها ما عندك ما تجي ديري. امها هزات التليفون وبقات تطلب في العجوزه ديالتها، قالت لها اجي ديو البنت انا ما عندي زعما ما عندي ما ندير بها، يعني مزوجه خاصها تبقى مع راجلها. وهنا العجوزه قالت لها ما عندنا ما نديرو بها، هذيك بنتك شديها غير مسخه وفاعله وتاركه. المهم داكشي اللي ما فيهاش دارتو فيها. وحتى لوستها بقات تعاير وتسب، قالت لي هادشي خويا غنجيب لي لالات العيالات وما عندهم ما يدير بيك. وهنايا الام ديالتها قالت ليها حنا ما عندناش باش نديرو لك المحامي وباش تطلقي وما عندنا حتى ريال وانتي براسك ما عندك حتى ريال. وهنايا الام ديالها عاوتاني مره ثانيه وطلباتهم وزوجاتهم والو، قالوا لها الله رجعت عندنا للدار. المهم بقات مسكينه بحال هكا. وهنا دورت الراجل وقالت للراجل لوسا شنو كاين. هنا الراجل لوسا قال لها كوني هانيه، انا اللي غنتكلف لك بالمحاميه ولا او المحامي. ودار ليها المحامي وطلقت من الراجل، وته هو نوض المشاكل مع المراه ودار المحامي وطلق حتى هو. وهذيك الدار اللي كانت تتبنى وتتوجد وباغيه تدخل ليها وكانت تتعاون راجلها وكانت جات لدارهم. هادوك الفلوس اللي كانوا ديال الراجل حليمه، وحليمه كانت تتعاني وتتقاسي وكانت تتبرع اختو ومرتو اختو امه وراجل اختو، كانوا هما اللي مستافدين بهذوك الفلوس. وكانت حليمه مسكينه كانت ضربه تماره على والو. وربي هذيك الدار اللي عانات على وديتها غتولي دار حليمه. وبعد ما طلقوا بعضياتهم وتزوجوا وتجمعوا دار ليها العرس كي داير والخطبه كي دايره، وكانت بارطاجاو التصاور ديالها يعني مع العائله وكانوا وصلوا لمرتو. بعد ما وصلوا التصاور كانت صدمات وتفاجات وهزت راسهم مشات تجري عندهم للدار ولقاتها حلات ليها الباب وبدات تتعاير فيها وتسب فيها وقالت لها انت كنتي متفقه انت وياه وخطفتي لي راجلي. المهم ناضت المشاكل كثيره. وهنا حليمه شداتها ضربت لها بنتفا هي واختها، كانت انتقمت منها.
وكان راجل لوستها تزوج بها بالحلال، يعني ما دا منها حتى شي حاجه ولا قاصها ولا كان شي حاجه في الحرام، حتى تزوجت به. يعني ما غدرتش هي راجلها وهو ما غدرش مرته، يعني كانوا بيناتهم حتى تزوجوا. كانوا بجوجهم تيعاني، وهي تتعاني بطريقتها وحتى هو تيعاني بطريقته. وهنايا هذيك الدار كما قلت لكم اللي كانت تحلم بها لوستا، ولا الدار ديال حليمه. هي اللي دخلت ليها، هي اللي فرشتها على ذوقها، هي اللي دات اي حاجه حطاتها بيديها في هذيك الدار. حليمه كانت جالسه في دارها معززه مكرمه، ما كانت دايره حتى شي حاجه في بالها، ولكن لوستها هي اللي هزات راجلها وجات دخلاتو على حليمه للدار. يعني هي اللي جابت العافيه عند ليسانس. وهنا قصتنا اخوتي تتساهل. معكم اخوتي ابوني والاشتراك وحركه الاكسبلور. السلام عليكم.